كان نفسي حد يقول لي في بدايه طريقي لاول دولار اونلاين ان حاول ما تنصبش على الشركه اللي انت شغال معاها. وخليني احكي لك قصه صغيره. اول شغلي خالص واول فلوس اكسبها تقريبا من الانترنت كانت عن طريق حاجه اسمها جوجل ادسنس. كان عندي ويب سايت وعملته، كان منتدى وحطيت فيه اعلانات من جوجل ادسنس بحيث اي حد يدوس على الاعلانات ديت ابتدي انا اكسب فلوس. بعد كده رحت عملت ايه؟ بقيت كل يوم ادخل ادوس مرتين، مره الصبح ومره بالليل على الاعلانات بتاعتي عشان اكسب دولارات اسرع. كان هي دي بالنسبه لي طريقه التفكير، او هي دي اول حاجه جت في بالي. بعد ما عملتها وفي ظرف اسبوع اسبوعين اكونتي اتقفل بتاع ادسنس، وفضلت سنين حرفيا احاول اعمل اكونت تاني. فنصيحه مني ما تحاولش تنصب على الشركه اللي انت شغال معاها، لان اولا صدقني قبلك مئات وملايين حاولوا ينصبوا عليها برضو، وهي بسبب طرق النصب الكتيره دي بقت قفشاها وبتهرشها بسرعه عادي. وتاني حاجه كامانه بقى، ده مش حاجه امينه. حاول دايما الموضوع يبقى وين وين سيتويشن، انتوا الاثنين كسبانين. انما فكره ان هي وين لوز، ان لا هم يخسروا وانا اكسب، صدقني العلاقه ديت عمرها ما هتبقى مستقره، وعمرها ما على المدى البعيد هتعمل لك فلوس كويس. فحاول من الاول تتعلم صح، حاول من الاول انت والشركه اللي شغال معاها انتوا الاثنين يبقى عندكم نفس الهدف المشترك، ان شاء الله تكسب فلوس كويسه. ولو بقى محتاج مساعده في الوصول لاول دولار ليك اونلاين ابعت لي رساله او ادخل على اللينك دوت وخليني اساعدك.